الأهلي بيفوز على نادي فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري. الأهلي فاز بنتيجة كبيرة جدا على نادي فاركو بنتيجة 4-1. سجل الأهداف للنادي الأهلي محمد شريف هدف، أحمد مصطفى زيزو هدفين، وجرادي شار هدف. سجل الهدف الوحيد لنادي فاركو لاعب النادي الأهلي السابق محمد فخري عن خطأ كبير جدا وفاضح لمصطفى شوبير يستغله لاعب النادي الأهلي السابق ولاعب نادي فاركو الحالي محمد فخري يستغله ويسجل الهدف الوحيد للنادي فاركو عشان ينتهي اللقاء بنتيجة 4-1. ويأخذ رجل المباراة أحمد مصطفى زيزو عن جدارة واستحقاق. في مباراتين عمل أسيستين وجاب جونين، محدث عمل زيه في مصر عشان ده لعيب أو دي كواليتي مختلفة عن أي لعيب داخل الدوري المصري.